لما تظهر عليك سمات الذكاء من صغرك وتكون محب للعلم وبدفع ونصح من أهلك، توجه الحب والذكاء ده لصالح التفوق الدراسي. لما تتاح ليك فرصة التخرج كضابط في القوات المسلحة ولكن شغفك بالعلم يدفعك لتغيير مسارك. لما تعرض عليك حياة جديدة، فرص علمية ومادية، لكنك تختار العودة والعمل في بلدك. لما يمنحك الناس ثقتهم كنائب عنهم فتكون على قدر الثقة، تكون صوتهم وقريب منهم. لما يكون نهجك إصلاحي وتيجي انتفاضة، ثورة، فكان يا مكان. أنا أقدم واحد في العمارة. ده أنا تاريخ ناجي. في 17 يونيو 2019 يعلن التلفزيون المصري الرسمي خبر عاجل: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بمعهد أمناء الشرطة بترى أثناء حضوره أحد جلسات محاكمته في القضية المشهورة بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. ولاحقا ذكروا أن الوفاة نتيجة إصابة مرسي بنوبة قلبية. خبر وفاة مرسي وإن كان تعمد الإعلام الحكومي تجاهله تماما واعتبروه خبر عادي، إلا أن وفاته في سجنه نالت اهتمام إعلامي وشعبي وحقوقي عربي وإقليمي وعالمي. مش بس يكون محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر الحديث، ما كانش تاريخها كله، ده كمان بسبب ملابسات وفاته الغامضة وما سبقها من أحداث كتير. ده غير أصلا سبب وجوده في السجن بعد اعتقاله وتعرضه لمحاكمات نفذها ضده النظام اللي وصل للحكم بعد تعطيل الدستور وحل البرلمان وإبعاد مرسي عن منصب الرئيس بعد 12 شهر بس في الحكم. فتعالوا نتعرف على محمد مرسي. في 20 أغسطس سنة 1951 في قرية العدوة بمحافظة الشرقية يتولد الطفل محمد مرسي عيسى العياط، الابن البكري. نشأ محمد وسط عيلة مصرية بسيطة، أبوه كان راجل فلاح، والدته ربة منزل، أسرته مكونة من أختين و3 إخوة. بدأ محمد حياته الدراسية وظهر عليه التفوق الدراسي من صغره، والتحق بالمدرسة الابتدائية ثم الإعدادية في مركز هيهية. وفي 1965 وهو عمره 14 سنة تقريبا يحصل محمد على الشهادة الإعدادية من مدرسة هيهية، وكان أتم خلال نفس الفترة حفظ القرآن الكريم كاملا. انتقل محمد في المرحلة الثانوية لمدينة الزقازيق، وفي مدرسة أحمد عرابي الثانوية واصل محمد تفوقه الدراسي. وفي 1969 يعني هو عمره 18 سنة تقريبا ينهي محمد دراسته الثانوية ويكون من الأوائل على مستوى الجمهورية. محمد وهو على أعتاب المرحلة الجامعية بمجموع يؤهله للاختيار بين كتير من الكليات، كان بيفكر في الدراسة في جامعة القاهرة، في حين كانت رغبة والده إن ابنه يدخل الكلية الفنية العسكرية ويبقى ضابط في الجيش المصري. وبالفعل يستجيب محمد لرغبة والده ويقدم في الكلية الفنية العسكرية ويتم قبوله فيها طالبا. دخل محمد مرسي الكلية الفنية العسكرية واستمر في الدراسة فيها لعدة شهور، إلا إن هدفه ورغبته في الالتحاق بكلية تانية كان لا يزال مسيطر عليه. والحب في الهندسة والرياضيات والعلوم كان حلمه إنه يكون عالم في مجال الهندسة. فقرر محمد تحويل أوراقه من الكلية الفنية العسكرية لجامعة القاهرة ويلتحق بكلية الهندسة. وفي 1975 وعمره 24 سنة تقريبا يتخرج محمد مرسي ويحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على دفعته علشان يتم تعيينه معيدا في الجامعة. بعدها مباشرة بعد التخرج يرجع المهندس محمد مرسي للجيش مرة تانية، والمرة دي من بوابة تأدية الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، لما خدم محمد مرسي كمجند في سلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة التابعة للجيش الثاني الميداني. وفي 1976 ينهي خدمته في الجيش ويرجع المهندس محمد مرسي لعمله معيدا بكلية الهندسة جامعة القاهرة. بعدها يبدأ محمد مرسي في التعرف على فكر جماعة الإخوان المسلمين اللي يدوب كانت لسه بتعود للحياة والنشاط الدعوي والسياسي بعد رحلة طويلة في معتقلات عبد الناصر. فبعد استلام السادات لحكم مصر خد بعض الخطوات الإصلاحية، فأغلق المعتقلات في 1971 وبدأ في الإفراج عن المعتقلين تدريجيا حتى سنة 1975، وكان من ضمنهم طبعا معتقل الإخوان واللي سمح لهم نظام السادات
السادات بالعمل وإعادة نشر جريدتهم في 1976، علشان في 1977 يبدأ محمد مرسي في التعرف على فكر ومنهج جماعة الإخوان. وبعد 3 سنين من حصول المهندس محمد مرسي على البكالوريوس ينال درجة الماجستير في هندسة الفلزات من جامعة القاهرة في 1978، ويصبح مدرس مساعد بكلية الهندسة. وبسبب تفوقه وتميزه في مجاله العلمي يفوز بمنحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس السنة وتحديدا في نوفمبر 1978 يتجوز محمد مرسي من نجلاء علي محمود، واللي كانت بتشتغل مترجمة في المركز الإسلامي في كاليفورنيا، ويرزق منها لاحقا ب5 أبناء. ففي 1980 يتولد لمرسي ابنه الأول أحمد، ومن بعده شيماء وأسامة وعمر، وآخرهم عبد الله. وفي 3 ديسمبر 1978 يسافر المهندس محمد مرسي لأمريكا للعمل والدراسة علشان يستكمل الماجستير والدكتوراه بالمنحة الدراسية اللي حصل عليها من جامعة جنوب كاليفورنيا. وفي سنة 1979 تبدأ رحلة محمد مرسي مع جماعة الإخوان المسلمين، بعد ما تعرف على عدد من أعضاء وقيادات الجماعة اللي كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، وانضم للإخوان بشكل تنظيمي. يواصل المهندس محمد مرسي عمله ودراسته، وفي 1982 ينجح في الحصول على دكتوراه في حماية محركات مركبات الفضاء. بعدها يشتغل الدكتور محمد مرسي أستاذ مساعد في جامعة جنوب كاليفورنيا. في نفس السنة اتولدت بنته الشيماء محمد مرسي، وبكده يكون 2 من أبنائه أحمد والشيماء اتولدوا في أمريكا، ما يعني حصولهما بالولادة على الجنسية الأمريكية. وفي 1983 بجوار عمل الدكتور محمد مرسي في جامعة جنوب كاليفورنيا يصبح أستاذ مساعد في كلية الهندسة بجامعة نورثريدج. وخلال عمله في جامعة كاليفورنيا شارك الدكتور محمد مرسي داخل كليته في أحد المشروعات البحثية اللي كانت ممولة من وكالة ناسا للفضاء. وفي 1985 يحصل الدكتور محمد مرسي على عرض عمل يتيح ليه ولأسرته البقاء في أمريكا بالاستمرار في عمله كأستاذ في الجامعة، وكمان هيقدر بكل سهولة إنه يحصل على الجنسية الأمريكية سواء بسبب جنسية أبنائه أو بسبب شغله. ولكن محمد مرسي اعتذر عن عرض العمل ده وعن استمرار حياته في أمريكا، وقرر العودة لمصر في نفس السنة. ففي 1985 يرجع لمسقط رأسه الشرقية، ويعين الدكتور محمد مرسي أستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وهو عمره تقريبا 34 سنة بس. وفي نفس السنة وفي مصر رزق محمد مرسي بابنه الثالث أسامة. وفي خلال نفس الفترة دي الثمانينات ما اقتصرش عمل الدكتور محمد مرسي على العمل الأكاديمي والتدريس بس، لكنه برضه أصدر أكتر من بحث ودراسة علمية في معالجة أسطح المعادن. وفي 1989 يسافر الدكتور محمد مرسي لليبيا للعمل كأستاذ جامعي في جامعة الفاتح بطرابلس، وهناك في الأراضي الليبية رزق مرسي بابنه الرابع عمر. وبعد 11 سنة من اغتيال الرئيس السادات، الحدث اللي كان ليه أثره على العمل السياسي عموما والحركات الإسلامية في مصر خصوصا، بعد حوالي 10 سنين من بدء عهد الرئيس مبارك وتحديدا في 1992 تواصل جماعة الإخوان المسلمين بناء هيكل الجماعة علشان تؤسس القسم السياسي للإخوان، ويصبح الدكتور محمد مرسي من أوائل أعضائه. وفي 1994 وفي مصر يرزق مرسي بآخر أبنائه عبد الله. والسنة اللي وراها 1995 وبعد 3 سنين من إنشاء القسم السياسي لجماعة الإخوان تقرر الجماعة الترشح في الانتخابات البرلمانية تحت شعار الإسلام هو الحل. ويترشح الدكتور محمد مرسي لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة هيهية بمحافظة الشرقية، وهو عمره 44 سنة تقريبا، عشان تكون أول تجاربه السياسية مع البرلمان المصري كمرشح. وإن كان وقتها سمح للأحزاب والمستقلين بالدعاية وتعليق اللافتات والبوسترات وتنظيم مؤتمرات انتخابية، وكمان كان الإعلام الحكومي بيحفز الناس على المشاركة في التصويت، إلا أن الانتخابات برضه كانت بتدار كملف أمني بيديروا جهاز مباحث أمن الدولة، اللي شن حملة اعتقالات طالت أعضاء في الإخوان منهم مندوبين لمرشحي الجماعة تم اختطافهم من قصاد اللجان الانتخابية. وبشكل عام شهدت العملية الانتخابية تزوير، وحصد نواب الحزب الوطني الديمقراطي على تقريبا 94% من المقاعد. ويواصل الدكتور محمد مرسي عمله الأكاديمي في الجامعة وكمان عمله السياسي. وفي الدورة الانتخابية التالية اترشح الدكتور محمد مرسي لانتخابات مجلس الشعب، والمرة دي الانتخابات تقرر إقامتها تحت إشراف قضائي كامل بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا. فتمت الانتخابات على 3 مراحل،
رغم التزوير والانتهاكات اتعرض فيها الحزب الوطني لبعض الخسائر قصاد مرشحي الأحزاب والمستقلين. وفي الإجمال تمكن 17 من مرشحي الإخوان من الفوز في انتخابات سنة 2000، كان من أبرزهم الدكتور حمدي حسن وعلي لبن والدكتور محمد مرسي والدكتور جمال حشمت والدكتور حسين إبراهيم وعزب مصطفى. ومع بدء أعمال مجلس الشعب اختير الدكتور محمد مرسي رئيسا للكتلة البرلمانية للإخوان ومتحدثا رسميا باسمها، وكان عمره وقتها 49 سنة. ومن الوقت ده ظهر مرسي كسياسي مصري ليه تفاعلاته مع القضايا اللي بتهم المصريين، وكان من أنشط أعضاء البرلمان بشكل عام. وبعد دخول المجلس بسنتين تقريبا، يعني في خلال 2002، يصبح الدكتور محمد مرسي عضوا بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، الهيئة الإدارية الأعلى في الجماعة بعد مرشد الإخوان، وأكلت ليه مهمة رئاسة والإشراف على القسم السياسي للإخوان. وفي فبراير 2002 وقبل عيد الأضحى تحصل في مصر كارثة قطار الصعيد اللي اتحرق بالكامل، ووصل عدد ضحاياه ل 400 قتيل، علشان يستقيل وزير النقل المهندس إبراهيم الدميري ويتم فتح تحقيق في الحادث يتحول لمحاكمة لبعض الموظفين في الوزارة وهيئة السكك الحديدية. ولكن الدكتور محمد مرسي قرر أنه يطالب بعمل استجواب للحكومة في البرلمان عن مسؤوليتها في الحادث. وفي 29 مايو 2002 كان مرسي داخل المجلس بيبدأ استجوابه الأول، لما طالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث سواء في هيئة السكك الحديدية أو في وزارة النقل ووزير النقل نفسه وصولا لرئيس الوزراء، وطالب بعمل تقييم لمعرفة مدى مسؤولية كل واحد فيهم. ووصف مرسي اللي حصل ده بالإهمال الجسيم اللي لازم ما يعديش من غير حساب. وتمكن مرسي في استجوابه من انتزاع تأييد غالبية أعضاء البرلمان. ونظرا لأن الموضوع كان بيشغل المصريين كلهم، أذيع استجواب مرسي للحكومة على الهواء مباشرة في قناة النيل للأخبار، وأذيع تاني يوم مسجل على القناة الأولى. ونشرت الصحف الحكومية وكمان المستقلة والمعارضة كتير من تفاصيل الاستجواب. وحصل مرسي بسبب استجوابه على إشادة من داخل المجلس وخارجه، لدرجة أن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور وصف استجواب مرسي في حينه بأنه بيتحلى بالدقة والموضوعية. وفي يناير 2004 انهارت عمارة في مدينة نصر، وفي 9 فبراير 2004 يقدم الدكتور محمد مرسي استجواب جديد وتم الموافقة عليه فورا علشان يوصفه مرسي بأنه يعد من أسرع الاستجوابات مناقشة في تاريخ المجلس، وكأنها كانت حاجة جديدة على المجلس. والمرة دي كان الاستجواب لكل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية حول مسؤولية الحكومة في انهيار العقار كراء علمها المسبق بأن العقار خالف شروط البناء. وحاول وزراء الحكومة يردوا بأن ده حادث فردي أو عارض، إلا أن مرسي أكد واستشهد بعدد من الانهيارات المماثلة في شبرا ومصر الجديدة ودمياط والإسكندرية وغيرها. وحصلت مشادة ما بين الدكتور محمد مرسي ووزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان، بعد ما قال سليمان لمرسي حظك إني مهندس وأنا هعلمك كام حاجة. فرد عليه مرسي وقال له إنه طريقته دي مش مقبولة، وأنا رئيس قسم الفلزات بكلية الهندسة غصب عن إبراهيم سليمان. واتدخل رئيس المجلس بينهم وأنهى الموضوع وطالب مرسي بالاستمرار في الاستجواب. بعدها قدم مرسي تقرير شامل بيثبت مسؤولية وتقصير وإهمال وفساد حكومي، ولكن كل ده ما كانش كافي إن مجلس الشعب يسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة. فبعد نهاية الاستجواب دون أي إجراء برلماني نتيجة صمت وتجاهل نواب الحزب الوطني، صرح بعدها مرسي في عدد من وسائل الإعلام إنه رغم ثبوت مسؤولية الحادث على الحكومة، فإن عدم اتخاذ البرلمان لأي قرار هو أمر متوقع بالنسبة له، وده بسبب وجود أغلبية للحزب الوطني الحاكم في البرلمان ومصالحهم الشخصية أهم من مصلحة الوطن. وأثناء عمله في البرلمان شارك الدكتور محمد مرسي في تأسيس اللجنة الشعبية المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. وفي 2004 ومع الحراك السياسي المعارض المتصاعد ضد مبارك ونظامه، تطلق جماعة الإخوان ما عرف بمبادرة الإصلاح، واللي كان للقسم السياسي في الجماعة برئاسة محمد مرسي دور بارز فيها. وفي نفس السنة في 2004 يؤسس رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي الجبهة الوطنية للتغيير بمشاركة عدد من الرموز والسياسيين المصريين، وكان منهم عضو مجلس الشعب الدكتور محمد مرسي رئيس القسم السياسي في جماعة الإخوان. والعلم الجبهة الوطنية للتغيير هي كيان سياسي غير الجمعية الوطنية للتغيير اللي هيتم تأسيسها لاحقا بعد عدة سنوات. كانت الجبهة الوطنية بتنادي وبتطالب بعدد من الإجراءات اللي من شأنها تحقيق إصلاح دستوري وسياسي في مصر، وتنتهي الدورة البرلمانية اللي بدأت سنة 2000. وصرح الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن أداء نوابه كان الأفضل داخل المجلس، وإن 17 نائب بس من أصل 454 نائب قدموا 30% من جميع أنشطة وفعاليات المجلس، ونوصل لانتخابات مجلس الشعب 2005 واللي كان فيه ضغوط داخلية من المعارضة المصرية وكمان ضغوط خارجية دولية خاصة من أمريكا بضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة، وزي انتخابات 2000 البرلمانية تحت إشراف قضائي. تجرى الانتخابات على 3 مراحل.
بتتقسم محافظة الجمهورية على 3 أيام انتخابية منفصلة. وترشح الدكتور محمد مرسي عن دائرة الزقازيق الأولى بمحافظة الشرقية. وفي الجولة الأولى اللي كانت في 8 محافظات منها القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف، يحقق مرشحي الإخوان فوز مفاجئ على مرشحي الحزب الوطني. فحصلت جماعة الإخوان على 34 مقعد، يعني ضعف عددهم الإجمالي في المجلس اللي فات، وده لسه في المرحلة الأولى بس. وفي المرحلة الثانية اللي كانت في 9 محافظات منها الإسكندرية والسويس والإسماعيلية والفيوم، شهدت المرحلة دي انتهاكات كبيرة جدا وحملة اعتقالات طالت تقريبا 1000 من أعضاء الإخوان. وفي الآخر أسفرت المرحلة دي عن فوز 42 مرشح من الإخوان ليرتفع عدد نوابهم في المجلس ل 76 نائب. ونوصل للمرحلة الثالثة من الانتخابات، واللي بتتم في 9 محافظات منها الشرقية والدقهلية وسوهاج وأسوان، واللي شهدت ما يعرف بتقفيل اللجان والانتخابات كلها تقريبا، بعد ما وصل مبارك رسالته لأمريكا وأوروبا بأنه لو ساب الانتخابات من غير ما يزورها ويتدخل فيها فإن أغلبية مجلس الشعب هيتم انتخابها من الإخوان. ورغم كده وبسبب مشاركة كبيرة من الناخبين، مشاركة غير معتادة في كل الانتخابات السابقة، وتحت ضغط الناس وتوافدها على اللجان ومواقف مشرفة من كتير من القضاة، استكملت المرحلة الثالثة. وقدر الدكتور محمد مرسي انه ينال ثقة غالبية ناخبي دايرته ويحصد اعلى عدد من الاصوات وبفرق كبير عن اقرب منافس ليه. ولكن لم يحسم الفوز من الجولة الاولى علشان يروح لجولة اعادة اعتبرت محسومة لمرسي، الا ان الفوز الكبير والمفاجئ اللي حققه مرشحي الاخوان خلال المرحلة الاولى من الانتخابات دفع نظام مبارك لقفل حنفية الديمقراطية اللي خلوها تنقط شوية على المصريين، وتخلص جولة اعادة المرحلة الثالثة باعلان خسارة الدكتور محمد مرسي في خبر غير متوقع نظرا لاكتساحه الجولة الأولى لكل المنافسين، ويصبح إجمالي نواب الإخوان في مجلس الشعب 88 نائب. بكده خرج الدكتور محمد مرسي من مجلس الشعب، ومصر كلها تقريبا عارفة إنه تم التزوير ضده زي ما تم التزوير ضد غيره. ويمكن يعد من أشهرهم وقتها المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل اللي كل المؤشرات قالت إنه اكتسح الانتخابات، ولكن في الآخر أعلنت خسارته أمام الوزيرة السابقة آمال عثمان. وبرضه الدكتور أيمن نور اللي خسر في دايرته اللي تعتبر معقله الانتخابي، ووجه له نظام مبارك بعدها اتهامات ومزاعم بالتزوير، واتقال انها انتقاما منه بسبب ترشحه في انتخابات الرئاسة اللي فاتت ضد مبارك. خرج محمد مرسي من البرلمان لكنه واصل عمله السياسي والمعارض، وبسبب مواقفه الرافضة لممارسات نظام مبارك اتعرض للاعتقال. فبعد انتهاء انتخابات 2005 كان عدد من القضاة بيقودوا حراك بيطالبوا فيه باستقلالهم عن السلطة التنفيذية. ومع الوقت حصل القضاة على دعم من الأحزاب السياسية وبعض الحركات وكمان طلاب الجامعات، وانطلقت مظاهرات شعبية وسياسية بتطالب بتنفيذ مطالب القضاة، وتندد بتحويل 2 من القضاة للجنة الصلاحية بسبب موقفهم الرافض لتزوير انتخابات مجلس الشعب في 2005. وكان الدكتور محمد مرسي في مقدمة الداعمين للقضاة وبيشارك في الفعاليات والمظاهرات المؤيدة لمطالبهم، وكمان كان ضيف في الصحف والفضائيات تأييدا للقضاة. موقفه الداعم للقضاة ده أدى لاعتقاله فجر يوم 18 مايو 2006، وفضل معتقل وقتها حوالي 7 شهور. ونوصل ل 2007 وفي ظل وجود 88 نائب من الشعب بينتموا لجماعة الإخوان المسلمين، زاد الحديث حول رؤية الجماعة لكتير من القضايا، خاصة بعد طرحها لمبادرة الإصلاح السياسي في 2004 وصولا لوضع القسم السياسي في الإخوان لبرنامج حزبي المفترض أنه بيعبر عن رؤية الجماعة. وبحكم منصبه أشرف الدكتور مرسي على إخراج البرنامج، واللي وزع منه مسودات أولية على عدد من النخب المصرية لاستطلاع وجهة نظرهم فيه والاستماع لرأيهم. وفي أواخر 2007 يشخص مرسي بإصابته بورم حميد في المخ ويبدأ رحلة العلاج، وأوصل أطباء بإجراء عملية استئصال الورم في بريطانيا. وفي مطلع 2008 وبصفته عضو هيئة تدريس يطلب الدكتور محمد مرسي من إدارة الجامعة المساهمة في تكاليف علاجه، وبالفعل في يناير 2008 توافق الإدارة على المساهمة بمبلغ 20,000 جنيه، ويسافر مرسي لبريطانيا ويخضع لعملية لاستئصال الورم، ويعلن الأطباء نجاح العملية علشان يرجع مرة تانية للعمل السياسي. وفي 2010 ومع تصاعد الزخم السياسي المعارض ضد نظام مبارك يعلن الدكتور محمد البرادعي عن تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير برئاسته مع عدد كبير من الأحزاب والتيارات والحركات السياسية والشخصيات الوطنية. وفي نوفمبر 2010 كانت مصر على موعد مع انتخابات مجلس الشعب، الانتخابات اللي مصر كلها
كلها كانت مستنياها، خاصة بعد ما ألغى الحزب الوطني الإشراف القضائي وخلوا الانتخابات في كل المحافظات في يوم واحد. انتخابات زي ما حصل فيها بعض التنسيق بين الأحزاب السياسية سواء قبل بدء الانتخابات وكمان أثناءها وبعدها، إلا إن برضه كان في دعوات لمقاطعتها. دعا الدكتور محمد البرادعي كل الأحزاب والحركات لمقاطعة الانتخابات وعدم الترشح، وأيده في نفس الموقف حزب الغد برئاسة الدكتور أيمن نور وحركة شباب 6 إبريل اللي دعوا لمقاطعة الانتخابات، في حين كانت بعض الأحزاب والقوى التانية ترى عدم ترك الساحة للحزب الوطني وإن المشاركة ضرورية لكشف النظام والضغط عليه. وكان من الأحزاب دي حزب الوفد بقيادة الدكتور السيد البدوي وجماعة الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور محمد بديع. وفي 25 نوفمبر 2010 وفي حوار صحفي يكشف الدكتور محمد مرسي بصفته مسؤول الحملة الانتخابية لجماعة الإخوان بأن الجماعة اجتمعت مع عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية من أجل التنسيق للانتخابات، منها أحزاب الوفد والتجمع والناصري. بعض الاجتماعات دي نجحت في التوصل لاتفاقيات وبعضها لا، وقال ان الاخوان على استعداد لسحب مرشحيهم في بعض الدوائر لصالح مرشحين من الاحزاب التانية، زي قرارهم باخلاء الدائره الانتخابيه للدكتور حمدي السيد رغم انه مرشح الحزب الوطني. وقتها قال مرسي ان ده بيرجع لكونه صاحب اداء سياسي محترم، في حين انهم سابقا سحبوا مرشحهم ودعموا منير فخري عبد النور مثلا، لكنه المره دي ما نسقش مع الاخوان. واكد مرسي ان الجماعه من نفسها اخلت بعض الدوائر لبعض مرشحي الحزب الوطني، زي قرارهم بسحب مرشحتهم في بورسعيد من امام الوزيره فايزه ابو النجا، وان ده ما تمش في اطار صفقه بين النظام والاخوان زي ما بيدعي البعض. والدليل زي ما بيقول مرسي ان الاخوان قدموا مرشحين في بعض الدوائر ضد كل من رجل الاعمال احمد عز ووزير البترول سامح فهمي واللواء عبد السلام المحبوب، في حين سحبوا مرشحهم من امام الدكتور نصر علام وزير الري. وعن سؤال ان الاخوان بيقدموا نفسهم بديل لنظام مبارك، رد مرسي انه مش بالضروره يكون الاخوان بديل للنظام الحالي، وقال ان الاخوان ربما بيمثلوا 1% من الشعب وان كل هدفهم السعي للاصلاح الدستوري والسياسي، وان مطالبهم بس ان يتم احترام اراده الشعب المصري والا يعاقب الشعب ويمنع من حريته وحقه في الاختيار تحت اي مزاعم. قاد الدكتور محمد مرسي الحمله الانتخابيه بصفته رئيس المكتب السياسي للاخوان، وانطلقت الانتخابات اللي شهدت انتهاكات صعب حصرها، عنف وبلطجة من مأجورين تابعين للحزب الوطني للاعتداء على الناخبين والمرشحين، قوات الشرطة والأمن المركزي قافلين بعض اللجان بالجنازير، ضباط أمن الدولة بيلفوا في ميكروباصات ويقبضوا على الناس من قدام اللجان ويسيبوهم في حجز أقرب اسم شرطة. ده كان خارج اللجان، أما داخلها فكانت أكبر عملية تزوير فجة في تاريخ مصر، عملية كان صعب إخفائها زي كل مرة، خاصة مع بعض الانتشار للموبايلات والكاميرات وبدء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر وكمان يوتيوب. وانتشرت صور وفيديوهات لموظفين داخل اللجان بيعلموا مئات البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني ويملوا بيها الصناديق، لدرجة ان البعض كتب وقتها وقال ان عملية التزوير شابه بعض الانتخابات، مش العكس، ان عملية الانتخابات شابه بعض التزوير. وفي 28 نوفمبر 2010 وتعليقا على احداث الانتخابات البرلمانية، صرح عضو مكتب الارشاد دكتور محمد مرسي ان رغم التجاوزات اللي حصلت في عمليات التصويت الا ان مرشحي الجماعة مستمرين في المعركة الانتخابية حتى يتم إعلان النتائج. وهاجم مرسي أفعال نظام مبارك والحزب الوطني والأجهزة الأمنية أثناء العملية الانتخابية، وصفها بأن ده إرهاب للمواطنين لمنعهم من التصويت والإدلاء برأيهم. وحمل مرسي وقتها نظام مبارك المسؤولية الكاملة عن التزوير الفج اللي حصل، وقال إن ده هيؤدي لعدم شرعية المجلس القادم وأن النظام بيتحمل مسؤولية الغضب العام والاضطراب الحالي في المجتمع، وحذر من الاضطرابات الحالية قد تؤثر على أمن الوطن واستقراره. وده برضو كان نفس موقف حزب الوفد اللي قال في مؤتمر صحفي انه رغم التجاوزات اللي حصلت فحزبه لم يقرر الانسحاب بعد من الانتخابات. ومع اعلان نتائج الجولة الاولى من الانتخابات لم يفز اي مرشح من الاخوان المسلمين، ودخل عدد منهم جولة الاعادة، واعلن فوز الحزب الوطني بالغالبية العظمى من المقاعد. وفي 1 ديسمبر 2010 اعلن كل من حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين انسحابهم من جولة الاعادة ورفضهم لكل النتائج اللي تم او سيتم اعلانها، حتى لو اعلنت اللجنة فوز أي من مرشحيهم اللي دخلوا يعني جولة الإعادة. وبدأت القوى السياسية والحزبية في تحركات متصاعدة، وطرحت فكرة إقامة برلمان شعبي أو اللي اشتهر وقتها بالبرلمان البديل أو الموازي. وحصلت بعض الاجتماعات بين مختلف القوى للتنسيق لما بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب، كان أبرز ما فيها اتفاقهم على عدم الاعتراف بشرعية المجلس، لدرجة أن جماعة الإخوان فصلت مرشحها اللي استمر في المجلس، وحزب الوفد فصل 8 مرشحين قرروا الاستمرار في مجلس الشعب بعد
بعد إعلان فوزهم. أما الرئيس مبارك فاعتمد نتائج الانتخابات المزورة وبارك للحزب الوطني الديمقراطي على اكتساحه للانتخابات. وفي 19 ديسمبر 2010 وقف الرئيس مبارك في افتتاح أعمال مجلسي الشعب والشورى أمام جموع النواب اللي وصلوا لأماكنهم بالتزوير. ولما ذكر موضوع البرلمان الشعبي أو البديل، رد مبارك وقال خليهم يتسلوا. وبعد نجاح ثورة تونس في خلع الرئيس زين العابدين بن علي، انطلقت دعوات للتظاهر في مصر يوم 25 يناير 2011. احنا كنا عاملين سلسلة بعنوان ثورة يناير متكلمين فيها بكتير من التفاصيل، هنسيب لكم الروابط في التعليقات. في البداية قابلت جماعة الإخوان دعوات التظاهر دي بحذر شديد وما تجاوبتش معاها، ولكن في وقت لاحق ثابت الجماعة الحرية لأفرادها في المشاركة، بأن أي حد منهم عايز يشارك في التظاهرات هو حر. بعدها أعلن المتحدث الإعلامي باسم الإخوان الدكتور عصام العريان بأن الدعوة للتظاهر موجهة من الفضاء الإلكتروني لعموم الشعب المصري، وأن الإخوان جزء من الشعب، لذا قرروا المشاركة. وهيكون تواجد الجماعة الرئيسي في الوقفة المقرر عقدها ظهر يوم 25 يناير قدام دار القضاء العالي بمشاركة بعض رموز وقيادات الجماعة ونواب الشعب في المجلس السابق. أما الدكتور محمد البلتاجي القيادي في الإخوان فصرح يوم 23 يناير 2011 عن مشاركة الإخوان في انتفاضة يناير، واتطور موقف الجماعة اللي بدأ بالحذر ووصل لتوجيه اللوم للدكتور محمد البرادعي اللي فضل بره مصر لحد يوم 27 يناير ووصل وشارك يوم 28 يناير. والنتيجة طبيعية لموقف الجماعة من تأييد التظاهرات والمشاركة فيها بقيادتها وحث أفرادها على المشاركة واستمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي يوم 27 يناير 2011. وجهت قوات الأمن وجهاز أمن الدولة حملات اعتقال كبيرة في عدد من المحافظات. وفي فجر يوم 28 يناير 2011 تم اعتقال عدد كبير من قيادات الإخوان لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب، كان على رأسهم الدكتور محمد مرسي، واللي تم اقتياده لمكان غير معلوم. ومع جمعة الغضب وما تلاها من أحداث واللي كان أبرزها انسحاب الشرطة من الشوارع والميادين والإقسام وكمان من السجون، وتوجيه قيادات في وزارة الداخلية بفتح السجون والسماح للمساجين بالخروج لإحداث فوضى يعني في البلاد في القضية المشهورة باسم اقتحام السجون. فمع ظهر يوم الاثنين 30 يناير 2011 يفاجأ قيادات الإخوان بسجن وادي النطرون بحركة غير عادية في محيط السجن عشان يكتشفوا أن قوات الأمن سابت الحراسة وكانت واقفة بتتفرج، وقت ما قرر عدد من الأهالي كسر أبواب الزنازين. وفضل الناس طول اليوم تقريبا في محاولة فتح أبواب السجن بدون أي تدخل من قوات الشرطة أو حتى قوات الجيش اللي كان بقالها يومين تقريبا نزلت لتولي أعمال التأمين بعد انسحاب الشرطة بأوامر من اللواء حبيب العدلي. وبالفعل نجح الأهالي في فتح كتير من الزنازين، كان بينهم الزنزانة اللي فيها قيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي رئيس القسم السياسي في الجماعة، واللي كانوا مفصولين تماما عن العالم وما يعرفوش أي حاجة عن اللي حصل خلال ال3 أيام الأخيرة. فيا ترى كان إيه الموقف وعمل إيه محمد مرسي بعد ما الأهالي فتحوا لهم باب الزنزانة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية، فاستنونا. كان يا مكان. ابدي اعجابك بالحلقه واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رايك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة.